السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده فيديو جديد من يوميات من وكوكي. طلعنا مع بعض نشوف هنعمل ايه النهارده، نشتري بعض المشتريات اللي ناقصه في البيت. تعالوا نشوف هنعمل ايه. لو اول مره تشوفينا ما تنسيش تصلي على الحبيب وتكتبي لنا كمان بتشوفينا من انه بلد، وكمان يا رب كده تشتركوا معايا عشان عيلتي تزيد اكتر واكتر. طلعنا هنا السوبر ماركت نشتري الحاجات الناقصه. بصوا بقى هنا قسم الحاجات اللي هي الصيفية خلاص بتودع، يعتبر احنا خلاص في العد التنازلي، احنا خريطة شكرا. اخدنا الحاجة بتاعتنا الناقصة وخدناها ومشينا وركبنا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه النهاردة. بس لو عجبك الفيديو وعجبتك القناة، يا رب كده تكوني اخت لينا وتكتروا بينا وتملوا العيلة بتاعتنا الجميلة علينا. شكرا لكل اخ واخت كده منوريني ومشتركين معايا في القناه. يا رب ان شاء الله يدومنا مع بعض في الخير دايما متجمعين، ويكون كده قلبكم منور بنور الله. صلي على الحبيب واكتبي لي كومنت حلو، ولو فيديو عجبك ما تنسيش تكتبي استفدتي مننا ايه النهارده. بصوا بقى انا هنا خلصت وخلاص مروحه. انا اشتريت بعض الحاجات كده البسيطه، انا بدخل ببقى عارفه انا عايزه اجيب ايه. زي ما احنا اتفقنا، نصيحتي ليكي لما تروحي سوبر ماركت او اي مكان خشي ويبقى عارفه انت عايزه ايه، ما تخشيش وتتجولي فيه. صدقيني هتسحبي حاجات انت ممكن تكوني بغنى عنها مش محتاجاها وفي نفس الوقت مش عاوزاها. فبلاش تعملي الحركه دي، لان هي دي بتخليكي تصرفي فلوس كتير جدا 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 في حاجات ملهاش لازمه كتير. حتى وانت هناك ممكن تبقي شايفه ان هي ليها لازمه ومهمه وتمام انت محتاجاها، هتروحي البيت لا، في حاجات اهم. احنا هنا كده كانت دي في السهره. تاني يوم بقى تعالى خدكم معايا فسحه حلوه هتعجبكم قوي. هنروحوا فين؟ حذروا فزروا. انا النهارده قلت طالما احنا ما صيفناش في عز الصيف، احنا بقى نصيف في اخر الشتاء، قصدي في اخر الصيف. احنا هنا في الطريق قلنا كده نعمل جولة سريعة ان شاء الله تعجبكم، وان شاء الله تستمتعوا بيها معانا، ويا رب كده يكون يوم خير عليكم وعلينا ان شاء الله، ويديكم ويراضيكم بكل اللي بتتمنوه زيادة، واحنا يا رب من ضمن. احنا هنا كده في الطريق، حبيت بس اعمل معاكم الجولة من الاول. وصلنا هنا الشاطئ وقلنا كده نعمل جولة سريعة ونشوف كده الدنيا هتمشي معانا ازاي. احنا الحقيقة ما رحناش من اول الصيف البحر، دي المرة الاولى والاخيرة، لاني انا اصلا ماليش في جو البحر رغم ان احنا من اسكندرانية، لكن انا واحده من الناس ما بروحش البحر ولا بفكر اروحه، بس للاسف انا بروحه، خصوصا لو معاكوا اطفال هتبقوا حاسين باللي انا بقوله. انت بتروحي حتى لو انت مش حابه المكان او مش عايزه تستمتعي، انت بتروحي بس لمجرد متعه الاطفال. من حقهم علينا ان احنا نوديهم الاماكن اللي هم بيحبوها ويستمتعوا فيها. بصوا بقى شكل البحر بقى والناس والاطفال، يعني بجد حلو قوي قوي قوي. هنا مش شرط عشان تتفسحي وتخرجي نفسك وتخرجي اسرتك ان انت تصرفي فلوس كتير جدا. انا عارفه ان كل حاجه غاليه، وعارفه كمان ان كل حاجه مفيش حاجه رخيصه، بس ممكن انت بايدك تلمي الموضوع، وممكن انت بايدك برضو تكبريه. فدي معلومه. تعالوا بقى اقول لكم انا خدت ايه معايا النهارده في الشنطه دي. انا مش واخده غير شنطه الزرقاء دي وشنطه ايدي بس، عشان كمان انا بزعل لما الناس تشيل شيل. يعني انا خلفيتي بتقول قديمه ان احنا كنا بنشيل حاجات كتير ايام بقى زمان، بتشيل اكياس وشنط وكل من الميه. تعالوا بقى اوريكم انا خدت ايه. نصيحتي الاولى ليكم ان انتوا تاخدوا شنطه ايد تكون واسعه، ما تكونش ضيقه. لو انت حاسه ان هي ضيقه ما تاخدهاش، دي شنطه ايد عاديه بس بتشيل حاجات كتير. احنا طبعا فيها مفتاح البيت والشقة، وفيها المنفاخ عشان العوامة، وفيها كمان اسمه ايه دوت الاكل وكل حاجة. انا بس حبيت اوريكم ان انا واخده النهارده حاجه، ازازه حاجه ساقعه وازازه ميه، وواخده سندوتشات جاهزه، وما خدتش حاجه خالص، وشيبسي طبعا، وما خدتش حاجات كده لا حلل ولا صواني ولا كلام من ده. تعالوا بقى هنا نبدأ نشوف هنعمل ايه. انا خدت هنا المنفخ وبدأت انفخ بيه العوامة.
اشيله، اللي انت بتطلعيه ليه عشان ما تنساهوش، لان البحر سهل ان هو يقع. بس كده. الشنطه دي حتى لو مش واخده حاجات مهمه قوي، يعني انا مش حاطه فيها الحاجات غير الحاجات الرفايع. الكيسه الطويله دي حاطه فيها الميه والبيبسي والهدوم. اما الشنطه دي حاطه فيها الحاجات الرفايع اللي انا خايفه عليها، اللي هي بالنسبه لي مهمه. بصوا كده الناس هنا بقى وانا قاعده، انا ما بحبش انزل البحر بصراحه. انا كنت قاعده حارسه ليهم الكراسي. طلعت الشيبسي، دلعت نفسي، طلعت الشيبسي وكنت عامله نسكافيه كده. انا قاعده بروق على نفسي، يوم هيعدي. زي ما انت بتحاولي تبسطي اللي حواليكي، انت كمان ابسطي نفسك. بصوا انا هنا كده كنت بعمل ايه، كنت بحاول ان انا اشوف الشنطه فيها ايه، بسترجع اللي فيها. إيه كنت بقى الحقيقه كنت هنا عايزه بقى اطلع الشيبسي، طلعته. كنت طعم ده حلو قوي، يعني كان طعمه جديد بس كنت خايفه منه. كان بالليمون تقريبا الحلو حاجه كده. هنا بقى طلعت النسكافيه اللي كنت عاملاه. بصوا لقيت برضو حاجه زي برشاميلو، دي عجبتني قوي، طعمها تحفه. برضك حبيت ان انا اطلعها. تعالوا بوريكم منظر البحر من بعيد كده، عشان اللي حابب يروح البحر اديني وديته لكم. بصوا الجمال، بصوا الموجه، بصوا الميه. عايزه اقول لكم الميه بسم الله ما شاء الله، تشوفي فيها ايدك فاتحه جدا جدا جدا. بصوا بقى الرمله، ولو عايزه بقى إيه تحسي بيها، اقلعي اللي في رجلك وخلي رجلك كده تلمس الرمله، بتحسي بجد باحساس جميل. انا وانا صغيره كنت دايما بقعد على الشاطئ، كنت بستمتع اكتر بالرمل اكتر من البحر. يعني الولد الصغير ده انا فكرني بجد بايام طفولتي. انا كنت احب قوي رحله البحر او اروح البحر عشان استمتع باللحظه دي. الناس كلها قاعده مستمتعه وبتغير جو وبتشوف الناس غير اللي هي معتاده عليهم بجد. وجبنا كمان عصير، قلنا يلا تغيير. وطلعت بردك الحاجه الساعه قبل ما تبرد، لان انا كنت حاطاها في الفريزر قبل ما انزل. بصوا الموجه، الحقيقه الموجه انا استغربت انها عاليه. يعني حتى الناس اللي كانت بتطلع منها من البحر كانت بتشتكي ان الموجه عاليه. مش عارفه بقى ده ليه. بصوا كمان اليوم ده كانت السما عامله ازاي، كان يعني سبحان الله، كان الجو غريب بس كان الشمس مش حاميه، في شمس بس مش حاميه قوي. بصوا بقى اللي عجبني اكتر ان الناس خفيفه، الناس خفت. اكيد المصيفين بقى سافروا بلدهم او روحوا، لان كل الناس بدات تحضر في حاجات المدرسه والمدارس وكده. بصوا الجو كان جميل بجد، يعني كان نفسي بجد اليوم ده يجي يعني من بدري، بس الحقيقه من الايام اللي انا فعلا باجل فيها من اول الصيف. بس خروجي وتفسحي وانبسطي نفسك، لان انت لو ما بسطتيش نفسك محدش هيبسطك. فروقي على نفسك كده. انا قعدت كده عملت النسكافيه وجبت الحاجه اللي انا بحبها، مش لازم انزل البحر وكده خلاص. الاكل بتاعي النهارده كان ايه، كانت سندوتشات جاهزه، جبت برجر وكفته بالبطاطس كده، كانت بصراحه حلوه. وكمان خدنا معانا اللي هي البابلز دي من ضمن اجواء البحر. بصوا بقى هنا كان خلاص. واللي عجبني كمان اكتر الاستعداد للبحر، ان انتي بيبقى معاكي ناس حارسه البحر ومعاهم صفاره، كل شويه يصفروا لو لقوا حد دخل جوه. في وقت انتهاء خلاص اللي المفروض كل الناس تطلع وتبدا تجهز نفسها ان هي خلاص على وشك الخروج. لا بجد كان في نظام وكان في اهتمام، ده اهم حاجه. لاني معاكي في البحر في اطفال من كل الاعمار، وحاطين قايمه كده كبيره في التيكت اللي بيدوهالك التعليمات بتاعتهم. ممنوع نزول الطفل الاقل من 10 سنين لوحده بمفرده. حاجات كتير قوي قوي عجبتني قوي الفكره دي، تعليمات كده في خلف التيكت، فحلوه قوي.
بصوا والشاطئ ده خاص بالعائلات يعني كمان. دي اهم حاجه كانت في بالي في اختيار شاطئ، ان هو يكون خاص بالعائلات، رايق وهادي وما فيهوش اي كعبله. فيديو النهارده خلص، يا رب تكونوا استمتعتوا معايا. اشوفكم فيديو جديد حبايبي، في حفظ الله وامنه، مع السلامه.